السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فطائر ديال المقله اللي كيجيو رائعين صراحه. هاد الفطائر شفتهم عند واحد القناه اللي هي مريم فود، الصديقه ديالي. صراحه درت هاد الفطائر وشهاتني بهم بزاف، وقلت علاش لا ناخذ المقادير ونجربهم. وصراحه جاو رائعين، جاو روعه في المذاق، وكذلك جاو خفاف بزاف. غادي نشاركهم معكم ان شاء الله هاد النهار هذا. وعندي كذلك الدجاجه اللي غندخلوها للفران بواحد التتبيله خطيره، وغادي نرافقها بالخضر ان شاء الله على بركه الله. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنايا عندي المعدنوس اللي خديته وقطعته مزيان. غادي نضيف كذلك 2 معالق كبار ديال الياغورت طبيعي بدون سكر. غادي نضيف كذلك هنايا لا موطارد، جيت نديرها وتستات صراحه ماشي مشكل. كيف ما كنعرفوا لا موطارد هي اللي كتهشش الدجاج وكتعطيه كذلك مذاق اللي هو خطير. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الكركم، عندي كذلك نص معلقه صغيره ديال الابزار، ونص معلقه صغيره كذلك ديال سكينجبير. كما كتعرفوا كنقولوا الدجاج كنقولوا سكينجبير، شي حاجه اللي هي ضروريه. عندي كذلك نص معلقه صغيره ديال الهريسه اللي كتبقى اختياريه، ولكن غير ضيفوها لانها كتجي خطيره، راه ما كيجيش حار لانني ضفت غير نصف معلقه. وعندي كذلك صلصه ديال الصوجه، الا ما كانتش كتواجد عندكم فتقدروا تكتفيوا فقط غير بالمطارد. وكذلك حتى دانون السوس راه كيعطي مذاق اللي هو زوين بزاف، وكيساعد كذلك حتى في الطراوه ديال الدجاج. ضفت نص حامضه اللي عصرتها مزيان او ليمونه، عصرتها مزيان كلها يعني تقريبا، وكنضيفها لهذا الخليط هذا. ما كنضيفوش لا زيت لا ماء، كنحركو مزيان حتى كنتحصلوا على هذا الخليط هذا. هنا عندي واحد الدجاجه يعني صغيره ماشي كبيره، كناخذها وكنحلها على هذا الشكل هذا من جهه الصدر. دائما الدجاج ديالنا من قبل كنكونوا غسلناه بالحامض مزيان، كنكونوا رقدناه مزيان باش هكا كيجي فتي، وكنحيدوا منه كذلك حتى ديك الزفوريه. كنوضع فيه واحد الثقوب على هذا الشكل هذا بالموس كيف ما شفتوا، وكنحل الجهه ديال الصدر باش التتبيله تدخل الصدر ويجي كله بنين، يعني يجي فيه واحد المذاق اللي هو زوين ويجي طري. ما كتاخذش وقت نهائيا اللي هو طويل. هاد الدجاجه هذه اللي كندخلوها للفران، يعني صراحه الفطور اللي شاركت معكم هذا النهار تقدروا توجدوه يعني حتى لاخر دقيقه، لانه ساهل وكيجي صراحه رائع وصحي، لان فيه الخضر فيه اللحوم، وكذلك حتى دوك الفطائر اللي كيجيو رائعين. هنا من بعد ما تبلتها فانا غادي نخليها ترتاح واحد المده. فانا وجدتها من قبل وخليتها ارتاحت حتى كملت الشغل ديالي عاد باش دخلتها للفران. ما كتاخذش وقت كبير، تقريبا واحد ساعه حتى تقدر تاخذ منكم غير 45 دقيقه على حسب الفران ديالكم. ما تجهدوش عليها بزاف وما تنقصوش عليها النار بزاف، النار تكون متوسطه. ندوز نصاوب معكم الفطائر ديال مريم فود. كنتمنى ان شاء الله تدخلوا عندها من القناه ديالي وتقولوا لها جينا عندك من طرف عالم ميساء. كنتمنى تدخلوا تفرحوها لانها انسانه رائعه. وهنا ان شاء الله ندوزو نصاوبوا الفطائر ديالها ان شاء الله. عندي 2 زلايف كيف ما شفتوا اللي هما من نفس العبار، زلافه عامره بالسميده وزلافه عامره بالدقيق الابيض، ما يعادل 250 غرام ديال الدقيق و250 غرام ديال السميده. وضفت لهم 15 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، وضفت بيضه كامله. عندي كذلك معلقه كبيره ديال السكر حبيبات. هنايا عندي كذلك الملحه كتبقى على حسب الذوق، وتقريبا واحد المعلقه كبيره من الخميره الفوريه. اول مره غادي نجرب هاد الفطائر، كنت كنشوفهم صراحه في اليوتيوب بصح ما عمري ما جربتهم الصراحه. اول مره. هاد الفطائر هما المخنفر، كل واحد وشنو كيقول لهم. سمعت مريم فود قالت انه كذلك كيتسمى بالخبز الماوي. انا ما عارفاش صراحه، انا ما عمري ما جربتهم فلاول مره. وصراحه كيجيو رائعين. هما راهم من زمان يعني كاينين، ماشي عاد يعني جداد، من زمان كانوا كيديروهم الناس، ولكن انا عمري ما كليتهم وعمري ما جربتهم. كندير بغرير، كندير بزاف ديال الفطائر. هاد الفطائر اول مره غادي نجربهم، والصراحه كيجيو فنين، كيجيو غزالين وخفاف. تبعوا معايا ان شاء الله المقادير وطبقوهم باش غادي ينجحوا معكم كيف ما نجحوا معايا انايا. هنا كيف ما شفتوا بقيت كنضيف في الماء تدريجيا. هنايا خدات مني 4 ديال الكيسان ديال العنبه عامرين ديال الماء. الماء يكون غير دافي، ما يكونش سخون بزاف، وكذلك ما يكونش بارد باش يختمروا دغيا. كنحرك الخليط ديالي مزيان على هذا الشكل هذا حتى كندمجهم مع بعضياتهم مزيان، وكنتاكد ان هذاك هو القوام اللي بغيت ديال العجينه. وفي هذا الاثناء غادي ندوز باش نطحن العجينه ديالي مزيان. تقدروا ديروهم في الطحانه ديال الكاس وتخليوهم يطحنوا مزيان. يعني هاد الفطائر الا بغيتو يجيوكم ناجحين خاصكم تطحنوهم مزيان يعني واحد المده، وانتم كطحنوا في هذا الخليط هذا حتى كتحصلوا على واحد الفقاعات اللي كيكونوا من الفوق. شوفوا معايا الخليط راه ما كيكونش ثقيل وكذلك ما كيكونش خفيف يعني بزاف بحال الشكل ديال لي كريب، الا كيكون ثقيل عليه واحد شويه.
انا عطيتكم العبار ديال الماء وعطيتكم كذلك العبار ديال السميده وكذلك ديال الدقيق. غادي نغطي عليه ونخليه حتى يختمر ويضاعف الحجم ديالو حتى كيولي على هذا الشكل هذا. من بعد ما كتمر 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه على حسب الجو ديال كل واحد كيفاش عنده. هنايا كندوز باش غادي نطيب الفطائر ديالي. من بعد ما اختمروا كندهن بالزبده، الزبده اللي هي حيوانيه باش كتساهم كذلك حتى في المذاق ديالهم باش كيجيو زوينين. ماشي مشكل الا بغيتو تخدموهم بالزبده ديال البواطه، يعني زبده اللي هي نباتيه فقط، غير كندهنوا بها المقله اللي كنكونوا سخناها من قبل. كنوضعوا الخليط ديالنا مباشره فوق المقله، ما كنديروش يعني بحال الشكل ديال البغرير، كيكون خاصو ضروري يجي غليظ شويه على بغرير. كيف ما شفتوا فانا خديت 2 ديال المغارف من هذا العجين هذا ودرتهم مباشره فوق المقله. كنحاولوا اننا نساويو الخليط ديالنا مزيان باش هكا يجينا مقاد. ما ترفعوش عليه النار بزاف وما تخفضوهاش كذلك بزاف، تكون النار متوسطه غادا لانها تكون مرتفعه، غير ما تكونش مرتفعه بزاف باش هكا ما يتخطفوش ويتحرقوا لينا من التحت. هنا من بعد ما كيبان لينا انه قرب ينشف من الفوق، ما تخليوش حتى ينشف تماما، كنضيف ليه شويه ديال الزبده من الفوق على هذا الشكل هذا، عاد كنقلبوه وكنتاكدوا انه واش تحمر لنا من التحت او لا باقي. فمن الاحسن تخليوه يتحمر اكثر من هكا. فانا قلبتها وهي باقا ما تحمراتش مزيان، ولكن ماشي مشكل، كتزيد كتحمر كيف ما كتشوفوا معايا. كنبقى نقلبها حتى كتاخذ داك اللون الذهبي. وهنايا غادي ندير 2 ديال المقالي باش هكا نسرع العمليه دغيا، لانه كان صراحه كنقرب المغرب هنايا في هذا الاثناء. صراحه انا اللي تعمدت انني نديرهم في هذا الوقت هذا باش نحطهم كيكونوا سخونين، باش ملي كنوضعوا فوق منهم الزبده والعسل كنحطوهم وهما سخونين وكيتشربوا لينا هذاك العسل والزبده. هنا كيف ما قلت لكم دائما كندهنوا بالزبده اولا، يعني ضروري، مساله اللي هي ضروريه باش كيتحمروا كندهنوا بالزبده مزيان. وعاد كنديروا الخليط ديالنا وكنخليوه حتى كيطيب. كيدير واحد الثقب بحال الشكل ديال البغرير، ولكن الثقب اللي كيكونوا كبار هادو هما اللي كيساعدوا انهم يتشرب مزيان داك العسل وكذلك حتى ديك الزبده. من بعد ما كنبغيو نقلبوهم فحنايا كندهنوهم مزيان على هذا الشكل هذا، ما كنقيسوهمش يعني من الوجه ديالهم، غير كنقطروا فوق منهم الزبده وكنقلبوهم على الجهه الاخرى. غادي نستمر حتى نطيب الكميه كلها اللي عندي، فهي كتعطي واحد الكميه اللي ما شاء الله بهاد 500 غرام ما بين الدقيق والسميده، كتعطي كميه اللي هي ما شاء الله، يعني كميه اللي هي كبيره. صراحه 2 مقالي لا في بغرير ولا هاد المخنفر هذا، صراحه من الاحسن انكم ديروا 2 مقالي باش كتسرعوا العمليه دغيا، باش كدوزوا كتخدموا عاوتاني حوايج اللي هما اخرين. كيف ما كتعرفوا هاد الفطائر هادو يعني خاص تبقاي واقفه عليهم باش هكا ما يتحرقوش، ماشي بحال المسمن كترميه يعني كيطيب وحده وكتقدري انك تمشي تخدمي حاجه اخرى وترجعي عاوتاني تقلبيه. فهاد الفطائر لا، خاصك تبقاي واقفه حداهم. من الاحسن ديروا 2 مقالي باش هكا طيبوهم بسرعه. شوفوا الفطائر ديالنا على لون كياخذوا لون اللي هو رائع وكيجيو متقبين رائعين 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 بزاف. انا صراحه حماقيت عليهم، عجبوني بزاف، نتمنى ان شاء الله نتوما تجربوهم. وهنايا الخضره اللي غادي نرافق بها الدجاج من بعد ما فورتها غادي ندوز باش نسوطيها في واحد المقله. صراحه انا فضلت انني نخدمها هكا صوتي، كيجي المذاق ديالها احسن من اننا ندخلوها الفران. الخضره كتبقى اختياريه لكل واحد، ديروا الخضره اللي نتوما بغيتو. كذلك حتى الدجاج ما تقدروش، ماشي ضروري انكم ديروا الدجاجه كامله، تقدروا تكتفيو فقط غير بالفخيضات، فهما كيجيو رائعين في الفران بهذه التتبيله اللي شاركت معكم هذا النهار. يعني ماشي ضروري الانسان يدير الدجاجه كلها. وهنايا اللي غادي نحتاج باش غادي نسوطيو هاد الخضره هذه، كندير معلقه كبيره ديال الزبده، كنضيف ليها شويه ديال المعدنوس، وكنضيف كذلك شويه ديال الثومه اللي كتكون محكوكه من قبل. كندوز باش نسوطيهم دائما كتكون النار شويه متوسطه باش ما كتحرقش لينا هذيك الثومه وداك المعدنوس. كنسوطيو فيه هاد الخضيره هذه على هاد الشكل. الخضره تقدروا تضيفوا اللي بغيتو، تقدروا تضيفوا اللوبيا اللي كتكون خضراء، تضيفوا كذلك البروكولي ما كنسوطيوهش، كنديروه فقط ملي كنكونوا كنفوروه كنضيفوا ليه غير شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. من بعد ما كيفور فكنقدموه مع هاد الدجاج هذا، حتى هو كيجي رائع. فانا هاد الخضر هذه خديت خيزو اللي قطعته هكا على شكل طولي، كذلك البطاطا، وخديت كذلك حتى القرعه، حتى هي كتجي زوينه كتجي رائعه المذاق ديالها. غادي نسوطيهم كاملين على هاد الشكل هذا بنفس كيف ما قلت لكم. كنضيفوا معلقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وكنضيفوا كذلك شويه ديال الثومه، كنسوطيوهم على هاد الشكل. وغادي ندوز نوريكم الشكل النهائي ديال الاطباق ديالنا ديال هذا النهار هذا.
جربوا هاد الدجاج هذا في الفران، راه كيجي رائع، كيجي خطير بهاد الخضره هذه، كيجي المذاق ديالو رائع، كيجي غزال بزاف. وكذلك حتى هاد الفطائر كنتمنى ان شاء الله حتى هما تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وما تنساوش انكم تدخلوا عند مريم فود وتقولوا لها انكم جيتوا من طرف عالم ميساء. غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها في اول تعليق ان شاء الله. وهنا كيف ما شفتوا معايا فانا درت وحده فوق وحده على الشكل كيف ما درت له مريم، وضفت له هكا شويه ديال الزبده اللي ذوبتها انا. هنا عندي زبده بلديه يعني طبيعيه، وضفت ليها كذلك حتى العسل، عسل طبيعي. ديروا نتوما العسل اللي بغيتو، وديروا كذلك الزبده اللي نتوما بغيتو. وهنايا كنسقيوهم على هذا الشكل هذا وكنقدموهم. شوفوا معايا كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو خفاف ورائعين. غادي نقدم كذلك هاد الدجاجه ديالي على هذا الشكل هذا بالخضر. شوفوا معايا كيفاش كتجي طايبه من الداخل وما كتاخذش منا واحد الوقت اللي هو كبير بزاف. غادي نسقي جميع الفطائر ديالي على هذا الشكل وغادي نقدمهم، ونتمنى ان شاء الله تجربوهم. نقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.